أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أصدقائي اليوم جيت نتكلم على ندى الحسي. ندى الحسي اللي كانت شناها في آخر مرة شناها كانت خرجات كتعاير الأخت يسرى، كتعايرها كتسبها بالعاقة بالفاسقة، بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال المعيور اللي صراحة الله اللي حنايا ما عجبناش، واللي يعني معيور اللي اثار الاشمئزاز، لانه عمرنا شفنا شي وحده اللي هي يعني كلشي كيعرفها في السوشيال ميديا، كلشي هي مشهوره عند الاعلام، مشهوره عند القنوات بانها كانت يعني السمعه ديالها راه كتقول عليها شنو كاين، يعني بلا ما نبقاو نهضروا بزاف. بالاضافه لهذاك الشيء اللي كانت دارت لطاطا بديعه ومي نعيمه، هذيك الشوهه اللي كانت دارت لهم، وداك الحقره وداك الطغيان اللي دارت. فحاليا اللهم لا شماتة، حنا كنقولها لكم دائما، كنقولوا لكم الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. فاش يعني الانسان اللي كيتعدى وكيطغى وكيدير بزاف ديال الحوايج، فربي سبحانه وتعالى كتكون النهايه ديالو كتكون سيئه وسيئه بزاف بزاف. فاليوم هي حاليا تقبع في السجن، يعني مشدوده هي ونزار والزكي. وهاد السيده هذه كنا كنتوقعوا على انها عاجلا ام اجلا غادي تدخل للسجن، لانه هذيك الاعمال اللي كدير وداك الشيء اللي كدير اللي كدير للناس وهذا، فما يمكنش هذاك الشيء غادي يدوز مرار الكرام. هذه مده، وهاد السيده هذه يعني شي حوايج وصلت لنا، شي افكار دخلت لنا شي حوايج لحياتنا، العائلات ديالنا، شي حوايج اللي ما يمكنش لنا نتقبلوهم. واحد المجموعه بعدا ديجا ديال واحد الجروب او واحد المجموعه ديال الاشخاص اللي سواء في الانستغرام او في تيك توك، اللي هما مجموعه يعني كيدخلوا لنا شي افكار للوليدات الشباب، يعني حتى شي حاجه اللي مفيده ما كيجيبوها لينا. بالاضافه كما قلت لكم في البدايه ديال هذا الفيديو هذا، كانت سبات وكانت عايرات الاخت يسرى، وكانت يعني بزاف ديال الحوايج وخرجات كذبات عليها بزاف ديال الاكاذيب، قالت على انها راه كانت اتصلت بها وعيطات ليها ويعني موالفه كدير المسلسلات. هي السيده اللي كانت قالت انا كنستحمر المغاربه، هي اللي كانت كتخرج مع مجموعه من الشبان وكتمشي معاهم وكتسهر معاهم، وداك الشيء كيتوثق في الفيديوهات. فهاد الشيء كامل ما كانش كيعجبنا بصفه نهائيه. اليوم عاوتاني غادي نقول زريويل، هذاك المساند الرسمي اللي كان خرج معاه واحد الوقيته وكان خرج كيقول لك كلنا المراه دينا، فين دابا هاد السيده هذه دابا؟ حيت هي دخلات للسجن، فانا كنتسائل كنقول فين هو هاد السيد هذا اللي كان تيدافع عليها وتيشكر فيها وتيقول لك هذه مراه مسكينه وعندها البنت وعندها، ففين دابا؟ كاع ما وقفتي معاها باش تساندها ولا انت كتساند غير الوقيته اللي بغيتي، كتساند غير القضايا اللي كيعجبوك، القضايا اللي كتشوفهم غادي غيربحوا، او لا القضايا اللي هما ما فيهم حتى شي فائده هما اللي كتدخل لهم. اليوم حنايا كنقولوا لك بديتي مع ديك السيده وكمل معاها ولا انت كتمشي غير في الحوايج اللي كيعجبوك، حيت هذا الشيء كيصب للمصلحه ديالك. داكشي علاش نتايا كنتي مساند وداعم لهاد السيده هذه. يعني جاتنا غريبه كيفاش وقفتي معها اخر مره ودعمتيها في القضيه ديال مع مي نعيمه ومع طاطا بديعه باش تخرج ضدهم، ولكن وتخرج ضد يسرى، ولكن دابا حاليا شنك رجعتي اللور، صافي ما توقفش معها مسكينه، ما بقاتش هذه مراه. وحنا كنعتبروك زعما كي نهار كتوقف مع النساء المغربيات، وبما انك وقفتي معها على قبل البنيته وقف معها على قبلها هي دابا. اذا اصدقائي كما كنقول لكم دائما وكما كنقولها دائما في الفيديوهات ديالي، يمهل ولا يهمل. ربي سبحانه وتعالى عندنا ثقه كبيره في الله سبحانه وتعالى، الثقه ديالنا كتبقى دائما في الله سبحانه وتعالى، لانه هو اللي كينتقم للبنادم. يعني ما تنتظرش انه مثلا شي واحد يجيب لك حقك، ولا فالله سبحانه وتعالى هو اللي غيجيب لك حقك حتى لعندك. يعني بقات كدور حتى ولات داخله للسجن، ودابا ما غادي تخرج من هذاك السجن حتى يعني ما تمشي للمحكمه. عندها محكمه في 5 في شهر 7، يعني دابا طوال هذه المده هذه غادي تبقى قابعه في السجن هي ونزار والزكي. بقيتي كتقلبي عليها حتى طحتي فيها. وحنايا الحمد لله حنا ما كنتشفاوش، ولكن حنا كنقولوا
كل واحد كياخذ العقاب ديالو. انا ما كنهضرش على باقي الاشخاص اللي معاه اللي هما نزار والزكي وهذا، انا ما كنعرفهمش انا كنهضر على هذه السيده هذه، لانه الطغيان شي حاجه خايبه، الظلم شي حاجه خايبه بزاف بزاف. فهاد السيده واحد لقيتها كانت ظلمات وكانت طغات وكانت يعني تجبرات ويعني خرجات ظلمات منعمه، ظلمات سلطه بديعه وطغات. يعني حتى داك السيد اللي خايده، داك الزوج اللي مزوجه به، ما قالش لها سيرين عليه الشيطان ولا، يعني خداته من التوب ديالها، يعني حتى هو نفس الطريقه. وما غاديش نتكلم على الفيديوهات اللي كتخرج فيهم، يعني كتخرج بهم في التيك توك ولا اللي كتخرج فيهم بالانستغرام، لانه داكشي ما كيعنينيش، وانا اصلا ما كنتفرجش في هذيك النوعيه ديال الفيديوهات. انا كنتبع اكثريه كنتبع يوتيوب، وهذوك الفيديوهات ما كيعنيونيش. حنا كنشوفوا غير انه اي واحد كيطغى، اي واحد كيظلم، فضروري كتكون ليه نهايه. الحمد لله كاين قانون في البلاد، وكاين يعني راه غير باش تعرفوا لانه الناس اللي باقيين اللي طغاو او اللي تجبروا او اللي مثلا كانوا دايرين الحوايج خايبين، راه باقا مازال النوبه ديالكم جايه. او لا مثلا شي انسان اللي ظلم شي حد ودخلوا للحبس، ولا يعني شي واحد تعدى على شي حد ولا هذا، راه كاين باقا مازال كاينه العقوبه الالهيه. ربي سبحانه وتعالى راه ما كيخلي حتى شي واحد مظلوم، ربي كيوقف مع المظلوم ودائما بجوار المظلوم. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه ديما كنقولوها لكم، يعني يطغاو حتى يطغاو ويتجبروا حتى يتجبروا، ولكن راه في النهايه راه ما كيكون غير الحق، يعني الحق يعلو ولا يعلى عليه. الحمد لله نحمد الله ونشكروه، لانه كما قلت لكم كاين العداله الالهيه، كاين القانون في البلاد، كاين بزاف ديال الاشياء اللي خصنا نعرفوها. هاد السيده هذه راه كنا قلناها شحال هذه، فاش خرجات كتعاير في يسرى وكتبلع عليها وكتقول لها حقه ما حقه، قلنا لكم هذه السيده هذه راه طغات وراه غادي تكون لها نهايه، لانه العاقبه دائما كتكون وخيمه، وخصوصا البنادم اللي كيبقى غير كيفسد في الارض. الله سبحانه وتعالى كيقول لنا عاوتاني مره اخرى، قلنا ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. يعني غير سير دير اللي بغيتي وفسد ودير بزاف ديال الحوايج، ولكن في اخر المطاف راه النهايه ديالك راه كتكون باينه، سواء في الدنيا ولا في الاخره. ولا ما خديتيش العقاب ديالك في الدنيا راك غادي تاخذه في الاخره. والحمد لله راكم شفتوا المحتوى ديال اختي يسرى كي ولا، شفتوا المحتوى ديال الاخت لبنى حتى هي كي داير. هاد الناس هادو بعدوا على هاد المشاكل هادو. حاليا كنفكروا في بوكريشه مسكين، الله يفك ليه الصراح، والله راه ديجا بعد الحمد لله تبرأ في واحد التهمه او واحد الشكايه اللي كانت حطات به، والحمد لله البراءه مازال غادي تجي في الطريق. وكنتمناو انه ديك القضيه ديال يعني زله اللسان اللي دائما انا كنقول عليها غير زله اللسان، كنتمناو انه يحكموا عليه بما قضى، يعني داكشي اللي دوز في السجن بارك عليه ويخرج لوليداته. وبطبيعه الحال ما غاديش نساو على انه هذوك الناس اللي كانوا سبب في انه دخل للسجن وانه وقع في السجن مسكين دابا، وهو يا ماشي وجه الحبس، ماشي على هو لا عائلته، ماشي الناس ديال الحبس وماشي الناس ديال اللي مولفين كيديروا شي جرائم ولا مثلا كيتعداو على الناس ولا كيسبوا الناس. فربي سبحانه وتعالى هذوك الناس راه غادي ياخذوا العقاب ديالهم، واولهم هذيك ناموسه. وربي سبحانه وتعالى راه كبير، ما تقولش عند راسها دابا راه صافي راها دارت هاد المشاكل كامله وانها راه صافي راها هربات من العقاب. باقي مازال غادي يتبعك العقاب، وباقي مازال غادي نشوفوا بزاف ديال الاشياء على هاد السيده. راكم شفتوا الفيديوهات ديالها مؤخرا نازلين، حتى المشاهدات ما بقاوش عندها لانها كانت طالعه بالعائله ديال بوكريشه وبوكريشه حتى هو. ولكن حاليا دابا راه شفناها ولات كتخربق، ها هي باغا تبيع الدار، ها هي باغا غايه خارجه هنايا، ها هي جايه من هنا شاريه لينا البانيوات ديال البلاستيك، حتى شي حاجه ما كطلع لها في المشاهده. فالحمد لله عندنا قناعه انه القانون المغربي الحمد لله غادي ينصف السي بوكريشه وغادي يخرج وليداته، وعلاش لا يخرج قبل من العيد يا ربي. كنتمناو انه يخرج قبل من العيد وكل شيء قريب عند الله، يعني حتى شي حاجه ما هي بعيده وحتى شي حاجه ما هي صعيبه. اذا اصدقائي هذا هو الفيديو اللي جيت ندير معكم اليوم. لكل شر نهايه، والحمد لله كاين القانون في البلاد. اصدقائي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، احبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.